ورجعنا لاخطر دوري في العالم، الدوري المصري. معانا النهارده ماتش الزمالك وسيراميكا. الزمالك كان بادئ الماتش بتشكيل مفيش غير صفقة جديدة بس، اللي هو اللاعب شيكوبنزا. لاعب شيكوبنزا هو اللي بدأ أساسي من ضمن كل الصفقات بتاعة الزمالك. كان بيلاعب علي ماهر. علي ماهر احنا عارفين انه مدرب، المفروض انه مدرب كويس ومدرب عنده خبرة، وبدأ بتشكيلة إلى حد ما كويسة. تمام. علي ماهر خطة لعبه كانت بتتمحور حوالين الآتي: إن هو يفضل يدور الكورة بعرض الملعب، ويقوم لاعب على الوينج لحد ما وينج يفضل يقوم لاعب له الكورة، يجري يعمل باص خلفي، واحد يقابل ويشوط. هي دي خطة علي ماهر، أو دي التركاية اللي كان بيلعب عليها علي ماهر. تمام. والله الوينج أو الأجناب مضغوطة وبتاعه مقفل عليها، بيبتدي يلعب في نص الملعب لحد ما برضه سواء الوينج ياخد الباك الشمال ويخش والباك اليمين يطلع لسيراميكا، او الوينج الشمال لسيراميكا ياخد الباك اليمين للزمالك ويخش بيه جوه الملعب والباك الشمال يطلع. شفنا احمد هاني وحسين السيد بيطلعوا قد ايه. تمام. وكان اللاعب اللي دوره جوهري النهارده احمد بالحاج لاعب مهاري قوي ولاعب جامد قوي. انا مش عارف الزمالك ازاي فرط بلاعب بالجوده دي. تمام. وشفنا الشوط الاول، هو الشوط الاول ما كانش فيه الا لعبتين: لعبه لفخر لقاي والقائم حرم سيراميكا من الهدف الاول، والكره الثانيه للزمالك شوطه قنبله لمحمد شحاته، ولكن يطلع عمرو السوليه من تحت الارض بتاكلينج عالمي ويمنع الهدف الاول للزمالك. دول الكورتين بتوع الشوط الاول. قبل ما يخلص الشوط الاول لاعب شيكوبنزا طبعا بان قوي ان هو يعني ايه، لسه مش عايزين نحكم عليه من اول ماتش او اول، ده هو لعب تقريبا 60 دقيقه ولا 70 دقيقه، فلسه بدري. والمعلومه او الملاحظه اللي بانت قوي عليه انه بيتنرفز بسرعه. يعني لو في لاعب بارد بيلعب عليه وعرف ينرفزه ممكن يكلفه كارت احمر. بيتنرفز بسرعه. ماشي، خد الكلمتين وارميهم وهنحتاجهم ايه، الموسم طويل، احنا لسه في اول جوله. ناصر منسي برضو كان قاتل وبيجري ومش عارف ايه على كل كوره، ولكن برضو دون فاعليه. فبدانا الشوط الثاني ودونجا بيفلت من الانذار الثاني بسبب احتواء البنا. كره دونجا بتاعت الشوط الثاني فيها انذار ثاني وطرد لانه كان عنده انذار. فبرضو اول احتواء كده في الموسم بنكتب وبنفكر الناس عشان الناس بتنسى. لو الكرة دي على الاهلي كان زمان الاعلام ذبح الحكم دلوقتي، ولكن الكرة عدت ومفيش حد خد باله من حاجة، والموضوع في اللذيذ منه يعني. فيا صديقي الزملكاوي افرح، لان انت كسبت ماتش صعب. لعبت المدرب بتاع الزمالك عجبني بالتغييرات اللي عملها. عمل ايه؟ شد دونجا من نص الملعب. ما هو انا 0-0، ما انا كده ما قداميش حل، انا عايز اكسب فلازم اغامر. ايه المغامره اللي عملها؟ شد دونجا من نص الملعب وشد عبد الله السعيد ولعب ب محمد شحاته، بس لعب بمحمد شحاته لوحده في نص الملعب. تمام. وبقى عنده اتنين اللي هو ادم كايد فاروق جعفر، طبعا دول مركز 10 اقرب من ان هم مركز 8، فالاتنين بيهاجموا طول الوقت. تمام. ونزل طلع شيكوبنزا ونزل بعبد الحميد معالي. انا مش عارف هو نزل عمل ايه، هو ما لمسش الكرة تقريبا. تمام. وطلع ناصر منسي ونزل بسيف الجزيري اللي هم بيقولوا عليه احسن 9 في مصر. عارف يا مشكله الزمالك ايه، او مشكله جمهور الزمالك ايه؟ ان هو بينفخ اللعيبه، وبعد كده اما اللاعب يبان مستواه الحقيقي يقول لك ايه ده مستواه نزل. لا، هو مش مستواه نزل، هو ده مستواه من الاول. هو مش عشان لعب ماتش ولا اتنين فانت طلعت نفخته واديته اكبر من حجمه. يعني عندك ناصر ماهر ده بيتقال عليه ناصر كوستا. تمام. موهوب، مش هختلف معاك، بس اصبر، ما تنفخوش بعد ماتش ولا ماتشين لعبهم كويس فتبتدي بقى تطلع له لقب وبتاع. يعني شيكو بنزا ده هو ما كانش لعب، يعني هو الزمالك اتعاقد معاه وما لعبش. ماشي. قال لك ايه؟ قال لك لياو، رافائيل لياو بتاع الكره الافريقيه. يعني شبهوه بواحد من احسن الوينجات الشمال على مستوى العالم. يعني انت متخيل؟
ماشي. سيف الجزيري احسن 9 في مصر، احسن 9 في مصر بأمارة ايه؟ عمل ايه؟ خد هداف الدوري؟ ما خدش هداف الدوري، امال احسن 9 في مصر ليه؟ ناصر منسي الاسطوره، طب ناصر جاب هداف الدوري وجاب لكم بطوله، فماشي يعني الى حد ما برضه، بس مش لدرجه اسطوره، فاهمني؟ فده مش موضوعنا يعني، فاهم؟ ده مش موضوعنا. فجمهور الزمالك لو غير عقليته زي ما الاداره غيرت عقليتها وتقريبا بعدت كل الناس عن، او كل الناس السيئين او اللي ما بيعملوش حاجه او اللي بيطلعوا يتكلموا بس عن الاداره، فجابوا واحد عارف شغله، عمل صفقات، والدنيا هتبتدي تدور والزمالك هيبتدي يخش في الايه، في جو المنافسه. ده طبيعي ماشي. يعني اللي هيقول لك المنافسه السنه دي اهلي وبيراميدز بس، لا لا غلطان. المنافسه اهلي بيراميدز زمالك. الزمالك هيقع وبيراميدز وقع النهارده والاهلي ممكن يقع عادي، فالمنافسه دايره تمام. علي ماهر بقى، الاخ علي ماهر اللي عمل كل الموبقات النهارده في الماتش. علي ماهر بيلعب على لعبه معينه تمام. انت يا عم علي دخلت الشوط الثاني احسن لاعب عندك في الملعب تقوم مطلعه؟ يعني انا عايز افهم. عمرو السوليه عمال يباصي هنا ويرمي ثرو هنا ويرقص ده ومش عارف ايه، وبيدافع كويس وشايل لك جون مؤكد 100%. يعني عمرو السوليه عمل كل حاجه النهارده ماشي، تقوم انت جاي بدايه الشوط الثاني تقوم مطلعه؟ طب ليه؟ هتقول لي يا عم ده كبير. يا عم كبير ايه؟ ده احسن لاعب في الملعب واقف على رجله. معلش، ام عبد الله السعيد كام سنه وطلع بعد عمرو السوليه، فانت ليه بتعمل كده؟ وغامرت نزلت لي مروان وقمت مدخل لي اسلام عيسى في قلب الملعب. طب ما اسلام عيسى ما عندوش الحته الدفاعيه، فانت فتحت الملعب من ورا. على عكس بقى فيريرا هو كده كده هو يعني ايه، هو المرشح للمكسب، فهو كده كده لازم يغامر، فاهمني؟ فهو قام عامل ايه؟ لقى اني السوليه طلع بقى في نص الملعب مفيش غير، او بقى عند سيراميكا نقص عددي في نص الملعب، قام راميله بقى ايه؟ 2 مركز 10، يعني 2 مركز 10، ادم كايد وسيف فاروق جعفر. فالتغييرتين دول هم دول اللي عملوا الفرق. شحاته لاعب جامد، شحاته لاعب جامد من هو في طلائع الجيش، وانا بقول عليه ان هو لاعب جامد. فشحاته النهارده جاب جون عالمي من على خط النص بالظبط، او من قبل الخط بسنتي، جون عالمي، جون حلو قوي، عجبني قوي ماشي. وبسام كالعاده بقى، بسام معلش انا باجي قدام الزمالك يا جدعان، معلش والله انا النهارده مش صد. يعني قول لي بسام شال النهارده، افتكر كده قول لي كوره بسام شالها. مفيش. بسام قدام الزمالك بيقلب شريف اكرامي مع مارتن يول، ما تفهمش. الثلاجه لو اتشطت عليها تخش جول، يعني مش فاهم. طب ليه يا حبيبي؟ ما انت جون حلو وبتيجي قدام الاهلي بتكسر الدنيا وبتطلع كور من المقص وبتطلع كور من هنا ومن هنا، فليه؟ ما تلعب كل ماتش. ارجع كده للماتشات، يعني مثلا 3 4 ماتشات الاخيره، كل ماتش هتلاقي جون غلطه بسام. دي ايه؟ بقت ماركه خلاص تمام. و في الاخر دي محصله اللقاء 2-0 لنادي الزمالك على حساب سيراميكا، اول 3 بونت في الدوري الجديد. مبروك الفوز لنادي الزمالك. ويا عزيزي لا تبخل عليا باللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحب اقول لك ان من الاخر العمده بيقدم محتوى فاخر.